ما تتبسطش يعني والايجو بتاعك يعلى قوي لما تلاقي البنت اللي انت بتحبها او موهوم انك بتحبها وهي كمان بتحبك او موهومة ان هي بتحبك، تعادي اهلها. وممكن مثلا تتزوجك او ترضى ان هي ترتبط بيك، واهلها مش موافقين او غصب عن اهلها. فانت بقى يعني تحس ان انت يعني ضحت بالدنيا كلها عشان. خلي بالك، البنت اللي توافق تبيع أهلها اللي ربوها وكبروها وتعبوا معاها، وإن هي تستغنى عنهم وتعرض نفسها لزعلهم، وتروح كده لوحدها لإنسان مهما كانت بتحبه أو مقتنعة بيه، تفتكر دي يعني انت بقى لو ضايقتها شوية ولا يعني زعلت معاك هتبقى عليك؟ مش بظلم البنات، ولكن يعني بدق كده ناقوس خطر ليكي وليه. ممكن قوي تقنعي اهلك، ممكن تحاولي مرة واتنين وتلاتة وعشرة، مرة تزعلي، مرة تتناقشي، مرة كذا، كل ده وارد ومن حقك. لكن مش لدرجة انك تسيبيهم وتروحي مع اللي بتحبيه. خلي بالك، ما تخليش الموقف ده يفرحك قوي، بالعكس ده انت تخاف وتاخد خطوة ورا.